فيلمنا بيبدأ بشخص اسمه جون، واللي بيكون ماشي لوحده في المدينة، وبيكون ماشي وراه شخص لابس قناع مهرج، ولكنه جون مش بيشغل باله وبيكمل في طريقه. وبعدها بيظهر لجون بنته إيما وهي طفلة، وبتكون جون عارف إن دي تهيؤات بتحصله، وده سبب إحساسه بالندم لأن هو ساب بنته إيما وأمها من زمان وراح اتجوز واحدة تانية وخلف منها بنت اسمها جيس. وبتفضل إيما تظهر لجون وهو ماشي لحد ما بيوصل للجسر، وساعتها بيطلع من جيبه صورة ليه معاها، وبعدها بيمسك تليفونه وبيتصل بيها وبيعتذر لها على كل اللي عمله معاها، وبيقول لها ان هو بيحاول يصلح غلطته علشان هو سابها وهي صغيرة وما سألش عنها طول السنين اللي فاتت. ولكن إيما بترفض تسمع اي كلام من ابوها وبتنهي المكالمة. وساعتها المهرج بيقرب من جون وبيحط ايده على كتفه وبيقول لجون هو حزين ان ايما رفضت تسامحه، وبيظهر ان جون كان بيتصل ببنته لان المهرج طلب منه يعمل كده. وبيظهر ان المهرج ده شخص شرير وبيمتلك قوة خارقة وبيسبب فشل جون، وبيحط المهرج حبل مشنقة على رقبته وبيتحكم فيه وهو بعيد عنه، وبيخنقه لحد ما بيموته وبعدها بيرميه في البحر. وتاني يوم بيكون جنازة جون وبتكون بنته جيس واقفة قدام صورته وهي حزينة، اما بنته ايما فبتكون واقفة وراها، وبيظهر ان هي مش حزينة على موت ابوها زي اختها. وبعدها بتمشي ايما علشان تكلم امها في التليفون، وساعتها بيجي ويلي ومادي واليكس اصحاب جيس وبيعزوها، وبيكونوا مستغربين ان ايما حضرت الجنازه، وده لان هم عارفين ان ايما بعيد عن ابوها واختها من زمان وان هي مش بتحب تتواصل معاهم نهائي. وفي اللحظه دي ايما بتقول لامها ان الجنازه خلصت خلاص وان هي هترتاح من سفرها وهتمشي من المدينه تاني يوم. ولما بتسالها امها عن اختها جيس بتقول ان هي طلبت تقابلها قبل ما تسافر. واثناء المكالمه ايما بتشوف المهرج وهو بيرقص قدام قبر ابوها، فبتستغرب من تصرفاته ولكنها ما بتشغلش بالها. لكن بتستغرب ايما لما بتلاقي المهرج اختفى فجاه، فبتمشي من المقبره وبيكون المهرج واقف بيراقبها من بعيد. وبيجي الشخص المسؤول عن المقابر وبيطلب من المهرج ان هو يمشي من المكان، لكنه بيتفاجئ ان المهرج مش بيسمع كلامه وبيقعد قدام التابوت. فبيزق الراجل عجوز وبيطلب منه يمشي والا هيبلغ الشرطه عنه، ولكنه بيتفاجئ ان المهرج اختفى من قدامه فجاه. وبيتفاجئ اكتر لما بيلاقيه ظهر مره تانية، فبيطلب الراجل عجوز من زميله ان هو يتصل بالشرطه ويبلغ عن المهرج. فبيطلع لزميله التليفون عشان يتصل بالشرطة، ولكنه بيترعب لما بيلاقي الراجل عجوز وقع على الأرض وخبط في صخرة ومات. وبيكتشف ساعتها إن في حد ربط جزمة زميله وده السبب في إن هو وقع على الأرض. ولما بيلاقي المهرج قدامه بيتهمه إن هو عمل كده في زميله. وفجأة الشخص ده بيحس باختناق وبيكون مش قادر ياخد نفسه، فبيقرب منه المهرج وبيفضل يخبط له على ظهره وبيعمل نفسه بيساعده، ولكنه بيخنقه اكتر وبيطلع من بقه التفاحة اللي هو كان بياكلها وبعدها بيموته وبيمشي. وبالليل بتكون احتفالات الهالوين بدأت في المدينة، وبتخرج ايما من الفندق اللي هي نازلة فيه وبتروح على الحين عشان تقابل اختها جيس. وبتكون جيس فرحانة لان ايما وافقت تقابلها، وبيظهر ان ايما مش بتحب جيس لان هي السبب في حرمانها من ابوها زمان. وبتبدأ جيس تحكي لايما عن حياتها وبتقول لها ان هي حاسه بالوحده، وبتقول لها ان امها ماتت من فتره طويله ومن بعد موت ابوها ما بقاش في حد في عيلتها موجود في حياتها. وبيظهر ان كلام جيس غير فكره ايما عنها، وبتقرر ان هي تحكي لها عن حياتها. وبتقول لها ان هي بتشتغل في فرقه موسيقيه وبتحكي لها عن المواقف اللي بتحصل معاها اثناء شغلها. وساعتها جيس بتدي ايما صوره لها مع ابوها وهي صغيره، وبتقول لها ان الصوره دي كانت في جيبه دايما. وبتحاول جيس توصل لايما ان هو ابوها كان بيفكر فيها، ولكن ايما بتقول ان جو مش ابوها، وده لان عمره ما حسسها بكده وان هي مش فاكره له اي حاجه غير العذاب اللي هو سببه ليها ولامها. وبتعرفها ان هي مش ناسيه اليوم الاول اللي سابهم فيها ومش ناسيه دموع امها وقتها. وبعدها عرفوا ان هو اتجوز واحده تانية وخلف طفله وفضل جنبها طول حياته وما سالش فيهم هي وامها طول العمر. فبتحاول جيس ان هي تعتذر لايما وبتفهمها ان هي ما كانش تقصد تزعلها، ولكن ايما بترفض تسمع منها اي كلام وبتسيب المكان وبتمشي. فبتتضايق جيس وبتروح علشان تدفع الحساب وبتمشي، وبيكون في راجل من اهل المدينه موجود في الحانه، ولما بيلاقي حزينه بيطلب منها ان هي ما تزعلش على موت ابوها، وبيعرفها ان هو هيبقى زميل ابوها في الشغل وان هو يعرف ابوها من 15 سنه وما شافش منه اي حاجه كويسه. فبيقول لها ان ابوها كان راجل غامض جدا ومش بيتعامل مع اي حد نهائي، لدرجه ان اللي كان في المصنع كانوا شاكين اللي هو بيجالس الارواح الشريره. وبيقول لها ان هو شاكك ان ابوها ما انتحرش وان الارواح هي اللي قتلته. فبيتدخل صاحب الحانه وبيطلب منه يسكت وبيفهمه ان ده مش وقت مناسب للكلام ده. وبتروح لايما اللي بتكون راجعه على الفندق وبيظهر فجاه قدامها المهرج وبيطلع لها ورقه كوتشينه علشان تختار منه،
ولكن هي بتفتكره واحد من اللي بيحتفلوا بالهالوين وبتسيبه وبتمشي. فبيظهر قدامها فجأة تاني وبتترعب إيما وبتجري منه وبتستخبى في الماركت وبتفضل تبص عليه لحد ما بيمشي. فبيسألها إيريك صاحب الماركت عن المهرج، فبتقوله الشخص ده بيضايقها. وبيظهر إن إيريك معجب بإيما وبيحاول إن هو يتعرف ليها، ولكن إيما بتصده وبتشتري منه إزازة خمرة وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بيكون المهرج ماشي في الشارع وبيشوف طفلين بياخدوا حلويات من قدام البيت، ولما الطفل الصغير بيشوفه بيعزم عليه بالحلويات فبيقرب منه المهرج وبيعمل له خدعة وبيديله حلويات كتير. ولما بيشوفه أخوه بيتريق على المهرج وبيقول له إن هو دي خدعة قديمة، فبيحط المهرج إيده في الكيس الحلويات وبياخد كل اللي فيها وبيحطه في كيس الطفل الصغير. فبيتضايق الطفل الكبير وبيمد ايده علشان ياخد الحلويات بتاعته، وساعتها بيلاقي ايد المهرج بتطلع من الكيس وبتمسك ايده. فبيترعبوا الطفلين، ولما بيبصوا على المهرج بيلاقي ايده مش موجودة في جسمه، فبيرموا الحلويات على الارض وبيجروا من قدامه. في الوقت ده جيس بترجع بيتها وبتقعد تشرب سيجارة ممنوعات وهي بتتفرج على فيلم الاشباح. وفجأة بتشوف ظل شخص بيكون واقف ورا الشباك، وساعتها الباب بيخبط فبتقوم علشان تفتح، وبيكونوا اصحابها جايين علشان يحتفلوا بالليلة دي سوا. وبتبص جيس بره البيت ومش بتلاقي حد واقف عند الشباك، فبتدخل وبتقعد مع اصحابها واللي بيفضلوا يتكلموا عن الاشباح وبيسألوا جيس ازاي كانت هتروح معاهم مهرجان الرعب زي كل سنة. فبتتأثر جيس لان ابوها هو اللي كان بيوديها المهرجان ده على طول، وبتسيبهم وبتدخل اوضتها وبتبص على صورتها مع ابوها. فبتترعب جيس لما بتلاقي ابوها اختفى من الصورة وقاعد وراها على الكرسي، وبتفضل جيس تقول لنفسها ان اللي هو دوت مش بيحصل حقيقي وان ده مجرد تهيؤات. وبعدها بترجع لاصحابها بتقول لهم ان هي هتروح معاهم مهرجان الرعب. وبنروح لإيما اللي بتكون ماشية في الشارع وبتشرب خمرة لحد ما بتسكر، ولما بتشوف عربية الشرطة بتخبي الازازة في هدومها علشان ما تتقبضش عليها. وفجأة بتلاقي المهرج بيظهر قدامها وبيمد لها ايده بورق الكوتشينة اللي معاه علشان تختار ورقة منهم. فبتختار إيما الورقة وبتجريه لحد ما بيخلص الخدعة اللي هو عاوز يعملها، وبعدها بتسيبه وبتمشي، ولكنه بتلاقيه جاي وراها فبتزعقله عشان يبعد عنها. وساعتها ازازة الخمرة بتقع على الارض وبتتكسر، فبيمسك المهرج حتة من الازازة المكسورة وبتكون إيما فاكرة ان هو عاوز يقتلها، فبتقوله ان هي مش خايفة من الموت وبتطلب منه يقتلها ويخلصها من الحزن اللي هي فيه. لكنها بتتفاجئ ان المهرج بيموت نفسه وبيقع قدامها على الارض، وبتتصدم إيما لما بتلاقي المهرج قام تاني من على الارض ولسه عايش، فبتخاف منه وبتجري من قدامه بسرعه. وبترجع تاني على الماركت وبتحكي لإيريك على اللي حصل، لكن ما بيصدقهاش وبيكون فاكر ان هي سكرانه وبتقول اي كلام، وبيطلب منها تخرج من المكان والا هيتصل بالشرطه. لكن إيما بترفض تمشي وبتدخل الحمام وبتغسل وشها، ولما بتخرج بتلاقي 2 من افراد الشرطه وبتحكي لهم على المهرج اللي قتل نفسه ورجع للحياه تاني. فطبعا بيسخروا منها وبيسالوها ازاي كانت بتشرب حاجه تانية غير الخمره، لان هم عرفوا من إيريك ان هي اشترت منه ازازه كامله. ولكن فجاه بيظهر قدامهم المهرج وبيشاور على إيما، فبيطلب منه رجاله الشرطه ان هو يشيل القناع من على وشه، ولكنه مش بيسمع كلامهم وبيسيبهم وبيمشي. وفجاه بيظهر ورا إيما واللي بتكون مرعوبه وخايفه منه، فبيقرب منه واحد من افراد الشرطه وبيطلب منه ان هو يشيل القناع، لكن المهرج بيتجاهل كلامهم. وفجاه النور بينطفي وبيهجم المهرج عليه وبيخفي راسه من على جسمه، فبيترعب إيريك وبيطلع يجري من الشارع. وبتجري إيما هي كمان، ولكنها بتفقد توازنها وبتقع على الارض وبتفقد الوعي. اما الشرطي التاني فبيرفع مسدسه عليه، وبيكون المهرج مش مهتم وبيفضل يرقص مع باقي جسم زميله، فبيضربوا الشرطي بالنار، ولكن المهرج بيمسك الطلقه وبيرميها بعيد. وفي اللحظه دي بتفوق إيما وبتخرج من الماركت وبتهرب. بعدها المهرج بيخلص على رجاله الشرطه وبيخرج للشارع وبيكمل في طريقه بكل هدوء. وفي نفس الوقت ده بتكون جيس في مهرجان الرعب وبتشوف صاحبتها مادي بتدخل بيت الرعب، فبتنده عليها ولكن مادي ما بتسمعهاش، فبتروح وراها. واول ما بتدخل جوه بتلاقي دنيا متعلقه في السقف، فبتفتكر لحظه موت ابوها وبتكون حزينه جدا. وفجاه بتلاقي حد بيحط ايده على كتفها فبتصرخ من كتر الرعب، وبتكتشف ان هي صاحبتها مادي وبتقولها ان هي بتهزر معاها، ولكن جيس بتتخانق معاها وبتسيبها وبتمشي. فبتروح مادي وراها علشان تصالحها، وبتتفاجئ ان جيس بتقولها ان هي افتكرت لحظه موت ابوها، وافتكرت كمان ان هي دلوقتي من غير ولا اب ولا ام ولا حتى اختها الوحيده بعدت عنها. فبتحضنها ماتي وبتواسيها وبتقولها ان هي واصحابها هيكونوا جنبها دايما ومش هيسيبوها. وبعدها بيرجعوا لاصحابهم وبتكون جيس لسه حزينه، فبتطلب مادي من ويل ان هو يخلي باله منها لحد ما تروح تجيب لها اي حاجه تشربها. وفي اللحظه دي بتلاقي ابوها قدامها، فبتقرب منه وبتكون عايزه تتكلم معاه، ولكنها بتشوف نفسها وهي صغيره وهي بتجري على ابوها. في الوقت ده المهرج بيقعد قدام ويل وبيعمل له خدعه سحريه، وبيكون ويل معجب باللي بيعمله المهرج، ولكن المهرج بياخد اسنان ويل وياخد
بياخد منه عينه كمان، ولكن مادي واليكس بيشوفوا اللي بيحصل وبيجروا على ويل عشان يساعدوه، ولكنه بيقع على الارض وبيموت. فبتنده اليكس على جيس علشان يمشوا ويسيبوا المكان، فبيضربها المهرج وبيوقعها على الارض وبيموتها، وبعدها بيروح ناحيه جيس. وساعتها مادي بتطلب من جيس ان هي تهرب بسرعه، ولكن المهرج بيسيطر عليها بقوته السحريه وبيخنقها لحد ما بتقع على الارض وبتموت. وبنرجع لإيما اللي بتكون لسه بتحاول تهرب من المهرج، وفجاه بتتصل بيها امها بتكون مستغربه ان هي خايفه من مهرج زي ده، مع انها هي طول عمرها قويه ومش بتخاف من اي حاجه. فبتنصدم إيما من كلامها امها وبتسالها هي ازاي عرفت بقصه المهرج، وفجاه بيظهر المهرج قدامها وبتفهم إيما ان هو اللي بيكلمها مش امها. فبتشتمه وبتساله هو عاوز منها ايه، فبيقول لها ان المهرج ان هي اختها جيس طيبه واحسن منها، وان هو لما كان معاها ما غلطتش فيه ابدا. فبتقلق إيما على أختها وبتسأله عن مكانها، فبيستغرب المهرج من اهتمام إيما بأختها مع إن هي رفضت تقرب منها واتخلت عنها. فبيخيرها بين ان هي تمشي وتنسى اللي حصل او ان اللي هي تكمل اللعبة. فبتقول لإيما ان هي مش هتمشي من المدينة غير لما تطمن على اختها الاول. فبينبسط المهرج من قرارها وبيحييها عليها، وبعدها بيشاور لها ناحية الجسر وبتشوف أبوها هناك. فبتجري إيما عليه وبتلاقيه حاطط حبل المشتاة حوالين رقبته، وبيقول لها أبوها إن هو السبب اللي هي تموته، وده لأن هو يترجاها تسمعه وتقبل، ولكن هي رفضت. وفجأة بيحط حبل المشنقة حوالين رقبتها وبيقول لها ان هو اللي كانت لازم تموت مش هو. فبتترعب إيما لما بتلاقي الحبل بيسحبها وبتقع من على فوق الجسر، ولكنها بتتفاجئ ان هي وقعت في المقابر واللي مدفون فيها ابوها. ولما بتقوم بتلاقي اختها جيس وهي طفله واقفه قدامها وبتقول لها ان هو ابوها سابها لوحدها وان هي تاهت في الطريق ومش عارفه ترجع. لكن إيما بتقول لها ان هي مش حقيقيه وبتسيبها وبتمشي. وبعدها إيما بتشوف جيس وهي بتجري على ابوها وبيدخلوا جوه بيت في المقبره، وبيظهر المهرج وبيشاور لإيما علشان تروح وراهم. واول ما إيما بتدخل البيت بتلاقي ابوها قاعد بيلعب مع جيس، فبيقرب منها وبيقول لها ان هو عارف ان هي كان نفسها يلعب معاها زي ما بيلعب مع اختها، وبيعرفها ان هو ما كانش بيحبها ولا بيحب امها وعلشان كده سابهم. ولما حس بغلطته وندم عليها وهي رفضته وهي رفضت تسامحه، وعلشان كده هو موت نفسه. وبعدها بيطلع سكينة وبيطعن نفسه، فبتنهار وبتبكي. وبتظهر لها فجأة اختها جيس لما كبرت وبتمسك السكينة وبتديها لها وبتطلب منها تموت نفسها، وده علشان ترتاح نفسها وما تحسش بالندم باقي عمرها. ولكن إيما بتكون عارفة ان دي خدعة المهرج واللي هو بيعملها علشان يخليها تحس بالذنب وتموت نفسها زي ما هو عمل مع ابوها. فبتمسك إيما السكينة وبتقتل جيس وبتقولها ان هي مش حقيقية، ولكن بتتفاجئ ان هي بقت في مكان تاني وجيس بتقع على الارض وبتكون على وشك الموت. وبيظهر المهرج وبيكون فرحان بسبب اللي حصل، لكن إيما بتهجم عليه وبتفضل تطعنه بالسكينة وبتقوله ان هي مش خايفة منه لان هي خلاص عرفت الحقيقة، وعرفت ان هو عبارة عن مرض بيسيطر على الانسان اللي بيحس بالندم، وان كل اللي بيحصل ده مجرد تهيؤات مش حقيقة. وبتقوله ان هي مش ندمانة على اي حاجة عملها في حياتها. وساعتها المهرج بيسيب المكان وبيمشي، وبعدها بتكون إيما واقفة قدام قبر ابوها وبتقوله ان هي مش هي السبب في موته، وان احساسه بالندم هو السبب في موته. وبتعرفه ان هي مش هتخلي الاحساس ده يسيطر عليها نهائي. وفجأة بيظهر لها المهرج جنبها ولكنها بتتجاهله تماما وبتسيبه وبتمشي. وبعدها جيس بتروح للحانة علشان تقعد مع اختها واصحابها. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.